قول يا رب انا عايزك تتولد في قلبي، زي ما انت اخترت مكان بسيط حقير مش مقبول بتنفذ منه رائحة مش مكاريها. ايه مكارينا دي؟ ايه رائحة مكارينا دي يا عم؟ اقصد ايه؟ تنفذ منه رائحة مش مكاريها. كريهة صح؟ هو يقصد يقول كريهة بس زود حرف والدغ. اول مرة اشوف الاخطاء اللي اسمعها، الاخطاء الاملائية. طب ماشي يا عم كارينا، ماشي خلاص. رائحة كريهة مالها بقى؟ بتنفذ منه رائحة مش مكاريها مش مقبولة، رائحة الحظيرة او المزود. طب وليه ده كله يا عم؟ وليه؟ طب ما يتولد في مكان. يعني بص، المسيحي دايما بيعمل لك مقابله، يقول لك يعني انت عايزه يعني يروح يتولد في قصر، يتولد في مصر، يتولد في فيلا في التجمع الخام. يا حبيب قلب ما يتولد في شقه عاديه يا عم، يتولد في خيمه سهله يعني. ويا كده يا كده، يا زريبه يا اما يروح يتولد في قصر. عايز اقول لك هو متواضع يا عم، ما يتواضع. هو اللي بيتولد في شقه ده كده بيبقى ابن 60 في 80، ما هو متواضع برضه والله. لكن المهم ان هو عايز يقول لك ان الاله بتاعه اتولد في حته مكارينه وكلها ايه، ريحه زباله عشان حظيره يعني. الحظيرة او المزود، حظيرة اللي هي لا مؤاخذة انا اسف يعني حوش البهايم. حوش البهاي. والله حاسس انه فيلسوف الحمير بجد. ايه الحكمه؟ مفيش حكمه. مش عارف دي مذله دي ولا مهانه دي ولا ايه يعني. طب يا عم ما يروح في اي حته تانية، في اسطبل خيل حتى ولا اي حاجه نظيفه شويه. اكيد كانت في مواشي مربوطة في الحوش، فكانت طبعا الرائحة من قلة المسيح اتولد في هذا المكان. من ايه؟ من جله حي جله. انت حقيقي بجد بتقول ايه؟ من قلة المسيح اتولد في هذا المكان حياة. من قلة المسيح اتولد في هذا المكان. هو ايه جله ايه يا عم انت؟ هو اتولد من الجله ولا اتولد جنب الجله؟ وانت عايز تقول ايه ومش عارف تقول؟ هو ايه يا توادرس اللي انت مسرحهم في ايه؟ يا توادرس ده محتاج يروح لدكتور تخاطب.